انا رايح اطلع على الارض اللي هنبنوها واشوف المفار نظفوها من الزرع ولا لا. والله حرام الزرع اللي اتقلع من نص فدان ده. مش هيجوز. هنغرسه في الفدانين اللي صلحناهم شرق الارض. لا قول لي يا عمر، انت مش معاك بطاقه؟ ما تكلم اخويا مناع يشتري لك ارض جنبه ونبنيها لنفسنا وتبقى باسمك رسمي. والله انا فكرت في الموضوع ده بس خفت فاتح مناع يرفض ويكسفني. ما دام في مقاول هيبني بالمسلح تبقى فرصه يبني لنا بيت جنب اخويا مناع. يا ريت، وهدفع حقها بما يرضي الله. خلاص انا هكلم اخويا مناع واخليه يوافق ما دام معاك بطاقه. كلميه وشوفه هيقول ايه. انا ماشي. ما تعوقش، انا قدامي شويه واروح احط الوكل على النار. غطي رجليك وانت قاعده كده. واه فيه يا راجل، هو في حد معانا وكل الناس مشغوله في الغيط وانا عليا على الارض اهو. انت ناسي اما شفتك وانت بتتسبحي في المسقه؟ كنت فاكره ان محدش شايفك. وهي جات على راسك وتجوزتني. يلا روح روح وما تعوقش. السلام عليكم. وعليكم السلام. نيتا يا رب هتوب عليا من غسيل المواعين ده ويبقى عندي غسالة زي غسالة أخويا مناع. يلا. حزني؟ خفيش يا بنت الناس، أنا همام. اللي جابك يا همام؟ جيت مع أخوكي، كأن حظي الحلو هو اللي جابني عشان أشوفك وأفتكر كل الأيام الحلوة كل اللي فات. استحي يا همام استحي، عيب عليك يا راجل. ما تخافيش يا بنت الناس، ما يكونش غير كل خير. يا نسمة، بنت يا نسمة، انت يا بنت. راحت فين البنت الملكومة دي؟ اخصى عليك يا واطي يا بنت بعد عني يا بنت فو عليك يا بني بعد عني بقول بعد عني. يا همام، راح فين دي؟ فضيحتي يا فضيحتي، يا مرك المحوشة اسمه، يا مرك المحوشة اسمه، يا مرك المحوشة اسمه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقول لهم اخلي الدنيا تخرب ولا اسكت؟ اسكت اسكت كيف؟ اسكت كيف؟ ارضى لي انا على نفسي؟ يا مري يا مري يا مري يا مري يا مري.
وقف وقف يا بكري وقف. ايه يا بنت كبير البندريه، انت جاي ماشي ولا ايه؟ انا كنت فاضك ومع مناع، بقول لك ايه، وصلني لاول الطريق. طب بص بناخد كام نفر معانا؟ انا كنت جاي اوصلني. بقول لك ايه، وصلني لاول الطريق وبعدين اللي يحصل يحصل. ابغى اقول لمناع يرجع لي شنطه اللي في عربيته. راح اجيبها لك منه دلوقتي. ليه؟ وصلني الاول وبعدين اللي يحصل يحصل. يلا يا كبير البندريه، لف يا ابني خلينا نوصل الكبير. افتح يا نسمة. ايه في ايه؟ انا اللي فيه ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ فيش حاجه، متغاظه من الاغراب اللي كل شويه مناع اخويا بتجيبهم من غير لائحين ولا دستور. هو مناع عاود؟ ما عرفاش جاب همام وياه ليه؟ اللي جرى في عقل اخويا مناع. انت متضايقه ليه؟ يكونوا شافوكي وانت عند المسقه؟ لا انا عودت على هني، لما شفت طبق الحلاوه عرفت انه اخويا مناع، عودت علشان اشوفه لقيته ويا همام. اطلع اشوفه وانت اعملي لك همه وشهري. عمك قرب يخلص شغل في الارض. بقول لك ايه، لو همام طلب شيء اتصرف انت، انا مش فاضي اعمل شيء لحد. مالك في ايه؟ وحصل حاجه؟ ما حصلش، ما انت عارف ان همام وقف حالي سنين بزور. طب اقفلي خشمك. اللي يسمعك ده يقول انك محروقه منه. لا منه ولا عليه، انا محروقه على عرق اخويا اللي بقى نايم. بقول لك ايه، فوتني لحالي فوتني لحالي، انا مش فاضيه. ماشي يا بنت حسان، ماشي. يعني كان في حد بيغسل المواعين هنا؟ عمر يا مناع، اخيرا شفت حد. الحمد لله على السلامه يا مناع. الله يسلمك. امال فين همام؟ قلبت عليه الدنيا، مش عارف غار مني فين. امال نسمه شافته معاك كيف؟ انا ما شفتش نسمه ولا شفت حد. بتقول شافت طبق الحلاوه عرفت انك عودت، طلعت تبص عليك لقيت همام معاك، راحت معاوده. وي وي وي، اصل نسمه ما بتطيقش همام ولا بتحب تشوف خلقته، يمكن حس ومشى، مش عارف زوغ مني فين. مناع يا مناع، همام بيقول لك ابقى جيب له شنطته معاك. شفته فين؟ قابلته على الطريق وقال لي وصلني لاخر الاسفلت. واد مخه جزمه، الظاهر انه شك فيا اكون بسحبه عشان اقتله ولا حاجه. الظاهر كده برضك، لانه كان عمال يقول لي رجعني وسط اهلي ابقى في امان. وليه همام يفكر كده؟ هو عمل حاجه يستاهل عليها القتل؟ عمل دخل الخواجات وسطينا. اوكي يا فريمان، لا اطمن عليهم، هم موجودين عندي في امان. اوه اوكي باي باي. مالك يا بروف؟ سرحت في ايه؟ سينيور روجاني، سي بروفيسور. انت كنت بتقول لي مين اللي يقدر يساعدنا ويسمع كلامنا اكتر من همام؟ عم همام اللي اسمه دياب ده جامد جدا يا بروفيسور. يبقى ما عندناش غير همام، لان دياب اتقتل ليله ما انتم مشيتوا. مش ممكن، مستحيل. ده مين اللي يقدر يقتله؟ ده وحش. اللي قتله هو اللي اجرأ واذكى واللي عنده هدف انه يحرمنا من مصلحه معينه. يعني لو مناع عارف ان احنا عايزين نخلي دياب يجي يشتغل معانا، يبقى اكيد مناع هو اللي قتله. ومناع يعرف منين ان احنا عايزين نضمه لينا؟ من همام طبعا صاحبه، او من التفكير والتخمين. مناع ده ذكي جدا ومدرب على انه يتفادى الخطر قبل ما يقع. لو صحيح مناع هو اللي قتل دياب، يبقى صعب يسمح للسنيور لوجاني وستيف انهم يرجعوا تاني. هو ده اكيد السبب اللي قتله عشانه، وخصوصا ان دياب كان عايش مع البندريه، ولكن مناع كان مروضه كويس وكان بيشركه في عمليات تهريب الحشيش معاه. على كده احنا يبقى من مصلحتنا ان احنا نقتل مناع، لانه كده هيهدد استقرارنا. مشاكلنا بالشكل ده هتزيد، لان صعب قوي ان احنا نلاقي واحد زي مناع بذكائه يقدر يساعدنا. ما دام هو رافض وجودنا يبقى مستحيل يبقى معانا زي ما احنا عاوزين. انا رايي ان احنا نبلغ المنظمه وهي تخلص منه وتشوف لنا بديل، مش كده؟ كل اللي احنا وصلنا له بيدل على ان الحسابات بتاعتنا مظبوطه،
وبعدين مناع عنده اخطاء كتير وعنده نقط ضعف كتير مخلياه يقع تحت السيطره بتاعتي، وانا بلعبه مش بشويش سنه سنه. كمان كام شهر هيقع في ايدي ومش هيفلفص ابدا. وبيتنا اللي اشتريناه في النجع هنسيبه المناع؟ ده مستحيل طبعا. فريمان مش هيسيب همام، هو في طريقه اليه ومعاه هديه هتقوي قلبه وهتخليه يثق فينا اكتر. ابوي الصندوق ده فيه ايه؟ حديد؟ حاجات غالية يا حبيبي، بالراحة عليها بالراحة. الحمد لله على السلامة يا خواجة. أهلا همام. ازيك؟ كيفك يا خواجة؟ بخير حبيبي. همام زعلت كتير قوي لموت عمك، كان راجل قوي شجاع. فيك الخير يا خواجة، فيك الخير. اقعد بيتك ومطرحك. شكرا حبيبي شكرا. الا الصناديق دي فيها ايه يا خواجة؟ دي قنابل. ايه؟ بوم واحدة تموت 10 عشان تعرف تاخد طار عمك من أي عيلة، حتى لو كانت عيلة حسان. جنابل؟ كيف اللي بيرموها كده في الحرب؟ مظبوط يا همام مظبوط، وهعلمك ازاي ترميها، وكمان تعلم رجالتك يستعملوها وقت الخطر. انا دلوقتي امنت وصدقت انكم واقفين جنبي صح. الشنطة دي مليانة فلوس ليك، بشرط تسلمني كل المحصول بعد 3 شهور. وانا عهد عليا يا خواجة لحميكم كيف ما بتحموني. شيك هاند. شيك ايه؟ هاند. وماله كيف ما قلت. يلا يا حبيبي قوم حبيبي، يلا يا مناع، عندك شغل هتتأخر. اقول لك ايه روح قلبي، ايه؟ ما تعملي لي شويه مساج في رقبه اللي اتلوحت دي. يا سلام. فوق شوي فوق شوي. ايوه 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 اعجني اعجني. واحد مش عارف يجيب وقت منين للنوم ده. عندي شغل كتير ولازم اخلصه قبل ما اروح لابوي. طب يا حبيبي ما تعمل لي توكيل وانا اساعدك. انا مش هعمل لك توكيل، انا هتنازل للاولاد عن مصنع المكرونه ومزرعه المواشي، وانت هتكوني الوصيه عليهم. بعد الشر عليك يا حبيبي، ليه بتقول كده؟ حسك في الدنيا يا مناع. يعني لما بقاش حس في الدنيا لاي سبب من الاسباب، يعني هتعملوا ايه؟ هتحتاسوا؟ انت كده بتجلجني. افهم يا نورهان، انا بعمل المصلحه برضك. انا كنت ممكن اكتب المصنع والمزرعه باسمك، لكن انت برضك موظفه في بنك وانا مش عايز شوشره. وش معنى يعني المصنع والمزرعه؟ عشان مصنع المكرونه ومزرعه المواشي ما فيهمش مشاكل، لكن مصنع السماد في مشاكل مع الهباب اللي اسمه فرهنزر ده. البروفيسور قال لي انك انت عندك 200 فدان بتزرعهم اعشاب طبيعيه. كذاب، بيكذب يعني. انا ابوي عمره ما بيزرع اعشاب طبيعيه، انا بيزرع يعني ذره فواكه وخضار، ومصير اخدك هناك الارض وافرجك بنفسك. هي بتاعتك؟ هي باسمي، لكن انا يعني فايت خيرها لاهل البلد كلهم، يعني سقطيها من حساباتك. 200 فدان عايزني اسقطهم من حساباتي وهم باسمك؟ هي باسمي لان مفيش حد معاه بطاقه غيري، هيعملوا ايه يعني؟ بس خيرها لاهل النجع كلهم، فهمتك؟ وفرحت لاني اول مره اشوف رجل اعمال ما بيفكرش في نفسه بس. مناع. اصلها عجبتني رجل الاعمال دي، طلع من خشمك ايه عسل. خلينا في المهم. قريتي العقد بتاع البروفيسور ده؟ قريته وفرحت بيه قوي لانه كله مميزات ليك. اهو ده اللي انا خايف منه، طالما كل مميزات يبقى فيه من وراه مصيبه، وهو عمل كده عشان يعمي عيني، وربنا يستر. صدق الله العظيم. كريم يا ابني، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. وده عزا عمك يا همام وخلص. كيف اخد عزاه والعبايده نصب اسوانهم؟
بالعند فيا كأنهم بيعترفوا على روحهم انهم اللي قتلوا عمي. صدقني ده قصر ديل وشماتة مش اكتر. والدليل على كده ان مفيش اي حد منيهم لحد دلوقتي قدر يرفع يده ويقول انا اللي قتلت دياب. طارهم عند دياب بقاله اكتر من 6 سنين، كلهم شاهدين ان عملة سناري وعبادي ليلة فرحة كانوا يستحقوا عليها القتل. امال نصبوا اسوانهم ليه؟ لما ناجي راح لهم وحذرهم. عقل عيال. الواد والد عبادي مخه طاقب، فاكر انها شطاره منيه انه يقول على اي حاجه ما حصلتش وينسبها لنفسه. انا اقطع له راسه دي عشان يحرم بعد كده يتطاول على اسياده. في ايه يا همام؟ في ايه؟ هتعمل عقلك بعقل عيل مخلول؟ شوقي منه لله هو اللي قال للناس انهم لقوا ابو الحمد ميت على الطريق لوحده. واعمل ايه؟ العيله مش مصدقه غير الحقيقه وبيقولوا مش ممكن يكون ابو الحمد هو اللي قتل دياب. ما دام نصبوا اسوانهم يبقوا هم اللي قتلوا عمي وقتل ابو الحمد كمان. يلا خلي الطار يبقى طارين، الليله هنطب عليهم ونقتلهم كلهم. بتعقل امال يا همام، ما تولعش الدنيا اكتر من كده. صوان العبايده متحوط بالسلاح، يعني هتبقى مجزره عشان حته عيل عبيط ما يفهمش اللي يقوله، عامل نفسه كبير عيلته. احنا ممكن نأدبه بعدين. اسمع يا ناجي، اسمع يا مغاوري، خدوا رجالتكم وروحوا على بيوتكم واقفلوا عليكم بابكم وما لكمش صالح باللي يحصل ما بيننا وما بين العبايده. ناجي يلا يا ناجي، مفيش فايده، ما حدش عايز يسمع الحديث، عملنا اللي علينا وخلاص. جبت المفيد يا مغاوري، يلا مع السلامه ومن غير مطرود. حرام عليك، حرام عليك ارواح الناس اللي هتروح حضر بسبب حكمك ده. شوف يا ناجي، كرامة عيلتي فوق أي اعتبار. مع السلامة يا عيلة حسان، كون في معلومكم مفيش أي عداوة ما بيننا وما بين أي حد فيكم، لكن أنا مش مسؤول عن أي واحد ينقتل لو طلع من بيته. كده؟ طب يلا يا رجالة، قدامكم ساعتين تخبروا العيلة وكل واحد يلزم بيته الليلة دي. ساعة واحدة، ساعة واحدة بس يا ناجي، مسافة ما تعاودوا لبيوتكم. احنا مش هنقدر نستنى أكتر من كده، وعشان ما حدش فيكم يلحق يقول للعبايده. لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال أنتم حرين. يلا يا رجالة. شهير يلا. شوقي. نعمين يا كبير. عايزك تجمع لي الناس كلهم بالذخيرة والسلاح، الليلة هتكون نهاية العبايدة. يلا. أوامرك يا كبير. شكرا يا اساس ده، انهينا الاجتماع على كده والحمد لله. خد يا سامي دي التوصيات، لو فيكم حد عايز اعتمادات تاني انا هجمع الطلبات في مكتبي. اتفضلوا. عايز فنجان قهوه بني تقيل. مين؟ طيب شوفوهم يشربوا وخليهم يتفضلوا. اتفضل يا بروفيسور. اهلا رضوان بيه، ازيك يا خواجه؟ وحشني قوي يا مناع بيه. اهلا وسهلا. مناع بيه. اتفضلوا. عندي ليك اخبار مدهشه. الابحاث اللي عملناها عندك في المصنع نجحت نجاح باهر، والمنظمه اعتمدت مبلغ 20 مليون دولار لتطوير خط الانتاج الجديد عشان نغطي احتياجات الصعيد كلها، وانا معايا عقد احتكار الانتاج الجديد. مش لما اخد حقي في القديم الاول؟ لا فيني شيك ب 80% وشيك تاني ب 20% للحزب زي ما اتفقنا. وانا محضر الشيكات بتاعتي تحت امرك. ده شيك سيادتك وده شيك الحزب. خليك شاهد يا مناع بيه، ده عشان مصاريف الدعايه الانتخابيه مش هحطه في جيبي. يا رضوان بيه، هو في حد يقدر يسألك؟ ده انت بتجري على مصلحة الحزب زي المرة اللي بتجري عليها تامة. اشكرك على ثقتك في امانتي. كده وفينا شروط العقد القديم، ممكن نتنقل للعقد الجديد
والارباح الرهيبه اللي فيه. ويا ترى احنا لنا نصيب في الكعكه الجديده؟ الحقيقه ده عقد تجاري صناعي، بس مفيش حاجه تمنع ان احنا نحط فيه بند بصفه شخصيه كمستشار او مراقب. كده ولا كده انت ليك نسبه في الارباح. لا، ماليش انا في الصفه الشخصيه دي. انا عايز الحزب وابقى شريك رسمي اتحمل معاه المسؤوليه كامله، والا تجيبوا لي موافقات من وزاره الزراعه ومركز البحوث. كده انت بتهد كل حاجه يا مناع بيه. ممكن الابحاث اللي كلفتنا الملايين دي تتسرق من السوق، ونبص نلاقي نفسنا قدام مليون مصنع بيبيعوا نفس السمات بتاعنا، واحنا نبقى خسرنا كل حاجه. يا بروفيسور يا عبقري، انت عمرك سمعت عن ابحاث علميه تحقق النتائج دي في اسبوع؟ انا صح شعبة انتاج حيواني، لكن برضك عندي عقل وبفهم واعرف زين ان ابحاث زي دي ما تاخدش اقل من 6 شهور عشان يبان لها نتائج. يعني الابحاث دي قديمه. انا عندي الحل يا مناع بيه. نجيبوا دكتور من معهد البحوث ونشركه معانا في المشروع يتحمل النتيجه لانها تخصص. ما عنديش مانع، وانا على الجانب التجاري والصناعي. وانا هنفذ لك كل طلباتك عشان ننسى حكايه سوء الظن دي، واثبت لك ان الهدف بتاعنا هو النجاح والارباح. ماشي، اسمح لي اقطع العقد القديم. لا 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 لا، ما تتسرعش. العقد القديم فيه بند لمصلحتك بيضمن لك احتكار الانتاج الجديد. مش مهم، المهم عندي ما اشوفش حد غريب في مصنعي، والا تشوف لكم مصنع تاني يرضى بحكايه الاحتكار دي. انت متعب قوي يا مناع بيه. حبيت اعرفك ان عيب قوي تدخل الحريم في اتفاقات الرجاله، واحنا صعايده، والكلام اللي قلته لمرتي في البنك عيب، وعيب كبير قوي هتضيع قدامه كل الحاجات اللي عملتها معايا. يعني احنا كده خالصين. انت الخسران يا مناع بيه. انت لما تخسرني ابحاث بالملايين تبقى بتعلن عليها الحرب. فكر تاني. يلا رجاله، بطلوا عبي، مش عايز واحد في العبايده عايش. يلا رجاله، يلا روحوا اقتلوا كلهم. يلا رجاله. هي حرب ولا ايه؟ يا مراري النار جايده في بيوت العبايده، دول هيخلصوا عليهم. الواد ولد عبادي غبي ما بيسمعش الكلام. قلت له هتورط اهلك وناسك، انت مالكش في الطور ولا في الطحين، ما خدش بنصيحتي. كيف مالوش؟ تلاقيه هو اللي قتله بيتباهي ان ابوه خلف راجل. ده عيل خايب وعبيط، لا قتل ولا هبت. البندريه هم اللي بتلكوا، ربنا ينتقم منهم. والله اللي بيحصل للعبايده ده حرام. كل ده عشان حته عيل حمار بيتباهى بحاجه ما عملهاش، وادي النتيجه، جاب لاهله النكبه. اضرب.
اول ما قامت المعركه انا هربت على طول. ما تحاولش ترجعني النجع ده تاني. انا كلمتك اول ما لقيت نتورك. لا يا بروفيسور، الدمار اللي هيحصل في النجع لا يمكن يرجع له الامان تاني. النجع ده لازم تحكمه عيله واحده وقوه واحده. باختصار لازم يتحول لمملكه الجبل، وهمام خلاص هيبقى الملك. الولد ده محظوظ ومناع طلع غبي. انت عارف لو كان سمع كلامي كنت خليته هو بقى الملك. لا يا فريمان، انت عملت اللي عليك. خلي همام بقى هو اللي يدافع عن المملكة بتاعته، وبالقوة اللي هو حاسس بيها بالسلاح اللي معاه هيدافع عن المملكة، وهيقتل أي حد يحاول ينزله من على العرش بتاعه حتى لو كان صديقه مناع. لا 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 لا، ما تديلوش سلاح على طول كده. انت خليه هو يطلب، اتقل انت عليه، وقبل ما تديله سلاح اتشرط عليه. اول شرط انه يقتل مناع. خلاص يا بندرية، ما عادش في حاجة اسمها عبايدة، واللي عايشين منهم هيقضوا طول عمرهم خدامين تحت رجلينا. يعيش همام كبير البندرية! يعيش همام كبير البندرية! يعيش همام كبير البندرية! يعيش همام كبير البندرية! يا كبير بندريتي، قولوا يعيش همام كبير النجع كله. ولا انتم شايفين ان في عيلة تقدر تقف قدامنا بعد كده؟ ولا حتى عيلة حسان، القنبلة اللي بنرميها بتنزل على البيت تخليكم تراب. ونقدر دلوقتي نجيبوا عيلة حسان هم كمان ونخلصوا عليهم. وعلى ايه؟ هم لما يشوفوا بعينيهم اللي حصل في العبايدة هيعرفوا لوحديهم ان احنا الاقوى، وان الكلمة في النجم كلمتنا. همام ولد البنداري! يعيش همام كبير النجع كله! 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 خلاص يا بندري، من بكره نعمل عزا عم دياب على حد، واللي ما يجيش يعزينا هيبقى عدونا، ويا ويله اللي يعادينا. وسع. يعيش همام كبير النجع كله! يعيش همام كبير النجع كله! يعيش همام كبير النجع كله! خلاص ما عادش تقوم ليهم قومة تاني. بس كان لازم تسمع حديث ناجي وما تتهورش، لان ولد عبادي ما يقدرش يجي ناحيتنا. شوف يا جميلة، ما دام نصبوا العزا وقال ان هم اللي قتلوا عمي يبقى يستاهل اللي يحصل ليهم. وايه رايك ان اللي قتل عمك هي رجية؟ خاطري بتقولي ايه؟ يوم ما اتقتل عمك هي مش جات انها بتولع الفرن وطلعت متاخره عليكم شويه؟ صح، كانت خلقاتها موسخه من تراب الفرن. مش دي الجلابيه اللي كانت لابساها عشيه؟ انا لقيتها جوه الفرن بعد ما جلعتها ودستها، ولبست جلابيه تانية اللي شفتها بيها. يعني ايه؟ تقصد ايه يا جميل؟ لما جيت اولع الفرن لقيتها جوه الفرن، ولما طلعتها لقيت بقعه الدم دي عليها. تقدر تقول لي ايه اللي يخليها تعمل كده؟ اللي لو كانت عايزه تحرجها بدمها اللي هو دم عمك. يا سودة، انا قتلت عليك عباد ظلم. رجية هي اللي قتلت جوزها. امال هي مكبوته ليه؟ لا فرحت بطار جوزها ولا جايت لك خطاره، ولما نصبت العزا قاعده تبكي وموافقه تاخد عزاها كانها عارفه ان ملناش طار عند حد. يا ليلتك الطين يا همام. قولي للناس، قولوا الحقيقه، قولوا الحقيقه كيف؟ هيركبوني الغلط،
ومحدش هيسمع لي كلمة تاني. اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ تسكت خالص وتكفي على الخبر مجور غصب عنك.